السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كده تكونوا دايما معانا بخير وبصحة وسلام. النهاردة ان شاء الله جايه لكم بحلقة جديدة. جايبه لكم كده مشروبات صحية ومفيدة هتساعدك ان انت تعلي الحرق في جسمك وتزودي معدل حرق الدهون في جسمك، وهتساعدك في انقاص الوزن، وهتساعدك ان انت تكوني طاقتك احسن، صحتك احسن، وكل المكونات بتاعتها طبيعيه وصحيه وموجوده عندنا في مطبخنا، حاجات من البيت. هنسمي الله كده ونبدا نقول لكم المكونات بتاعه الوصفه بتاعتنا ومميزاتها ايه وايه فوائدها. اول حاجه حبايبي معانا ايه؟ معانا الليمون متقطع شرايح، ومعانا النعناع فريش، ومعانا الجنزبيل الفريش برضو اللي هو عباره عن قطع صغيره، متقطع قطع صغيره كده حبايبي اهو. ده بيبقى افضل كتير من الجنزبيل البودر، ده بيبقى بيديكي نكهه اعلى، بتحسي كده بالنكهه بتاعته كده بتبقى حلوه، طعمه بيبقى مستصاغ، الفايده بتاعته بتبقى اعلى جدا جدا، وبتفيدك جدا في جسمك وفي صحتك وفي معدل حرق جسمك. اول حاجه كده حبايبي هنبدا مع بعض بميه الديتوكس. ميه الديتوكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن هتجيبي كده شفشق ميه كده او ازازه ميه عندك، ازاز، اهم حاجه تكون ازاز عشان تبقى صحيه. ميه عاديه من الفلتر بتاعك، ميه معدنيه، ميه من الحنفيه، اي ميه نظيفه عندك هتحطيها بارده خالص، مش سخنه ولا حاجه، ميه عاديه بارده. عايزاها تحطي فيها لو بمناسبه ان احنا داخلين على الصيف، عايزه تحطي فيها قطع تلج صغيره، لو بتحبي الميه الساقعه مفيش اي مشكله، تبقى حاجه منعشه للجسم، حاجه طعمها مستصاغ، هتشربيها وانتي مبسوطه، وهتخسي بيها من غير ما هتحسي ان انت بتعملي رجيم ولا بتحسي باي حاجه مقيده، هتحسي ان انت كانك بتشربي مشروب صحي مفيد، حاجه كده فريش منعشه. هنسمي الله كده ونبدا نعمل مع بعض ميه الديتوكس. اول حاجه حبيبتي هتبداي تنزلي شرايح الليمون بتاعتك. طبعا الليمون يعني مناعه، يعني فيتامين سي، يعني حاجه كده منعشه، حاجه كده فريش طبيعيه. بدأنا كده ننزل الليمون بتاعنا، الشرايح بتاعتنا، وهتبداي حبيبتي تنزلي النعناع بتاعك الفريش. النعناع الفريش كده طبعا هيديكي ايه برضو الفايده بتاعته، وكل الفيتامينز والمعادن بتاعته هتنزل في الميه في الميه. اول حاجه اتفقنا مع بعض هيبقى معاكي لتر ميه ساقع عادي خالص، هتحطي فيه معاكي شرايح الليمون ومعاكي النعناع الفريش. هتحطي بقى المشروب الحلو بتاعنا ده، عايزه تحطي معاه قطع تلج بمناسبه ان احنا داخلين على الصيف والحر، لو انت بتحبي الميه الساقعه حطي مفيش مشكله، هيديكي انتعاشه اكتر وهيديكي ايه احساس كده بالانتعاش اكتر. تمام. المشروب الحلو بتاعنا ده هتعمليه، هتحضريه، لو عايزه تحضريه من بالليل قبل ما تنامي وتشيليه في التلاجة، تحفظيه في التلاجة، تقومي الصبح بقى تلاقي كل الحاجات بتاعتك الحلوة دي، النعناع والليمون، نزلوا الفيتامينز بتاعتهم والفوائد كلها في المية دي، تبقى طعمها تحفة ومنعشة وحاجة كده تحفة. ما قدرتيش تحضريها من بالليل مفيش اي مشكله، اول ما تصحي الصبح هتحضري مشروبك الجميل ده اللي هو الديتوكس بتاعنا النهارده، هتحضريه قبلها على الاقل بساعه، اقل حاجه ساعه، عايزه تحطي تنقعيه كده ساعه ساعتين، بس اقل حاجه ساعه، يعني ساعه ساعه ونص، وتبداي بقى طول النهار على مدار اليوم انت رايحه جايه بقى كده، انت في مطبخك بتروقي بتعملي اي حاجه، رايحه جايه ايه تعملي كوبايه كده فضي من الديتوكس بتاعك، الديتوكس بتاعك الحلو ده، تبداي ان انت ايه تشربي كده، تنتعشي تنعشي جسمك، هيساعدك كده ان جسمك يبقى منتعش، كله حيويه كله طاقه طول النهار، ده عن تجربه شخصيه. الكلام ده انا شخصيا بجربه والحمد لله، يعني الوزن اتظبط والطاقه اتظبطت والحمد لله. في مثل كده يقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب. النصايح دي انا بديها لكم بناء على تجربه شخصيه. هتحسي بفرق في مقاساتك، في وزنك، في معدل حرق جسمك، هتحسي كده ان انت ايه بكامل طاقتك. تمام. وطبعا احنا زي ما اتفقنا ان انت بتعملي كل ده لصحتك، طبعا يعني انت بتعملي ده لصحتك انت، لراحتك انت، لنفسيتك انت. طبعا ده مع ان انت هتفطري عادي وهتتغدي عادي، بس اتفقنا ان العشاء هيبقى خفيف، اهم حاجه العشاء يبقى خفيف. انت بتفطري فطار صحي، تتغدي غدا صحي،
واهم حاجه ان انت ما تكتريش الدهون في اكلك. كلي كل حاجه، بس انت لو قللتي او قننتي من الزيت في اكلك، لو انت بتحبي من هواة الطبخ بالزيت، لو قللتي من سمنتك، ويا ريت تكون السمنه بتاعتك طبيعيه، اللي هي السمنه البلدي الفلاحي. السمنه دي تحفه، بتديكي طعم للاكل، بتديكي فوائد، معادن للجسم، فيتامينات، وما بتزودش في الوزن. يعني انت لو كلتي بيها، قننتي كده في الكميه وظبطتي معدل دهونك في الاكل، هتاكلي براحتك وهيبقى اكلك صحي وخفيف خفيف. حتى انت لو اكلتي مثلا هتحسي ان الاكل خفيف عليكي، مش هتحسي بتعب، مش هتحسي ان معدتك مرهقه او مجهده. زي ما اتفقنا. والفطار هيبقى برضو حاجات صحيه. هتاكلي مثلا جبنه قريش زي ما قلنا، هتاكلي فاكهه، هتاكلي مثلا جبنه قريش كده متقطع عليها خضار، شرايح طماطم، شرايح خيار، مع نص رغيف او رغيف صغنن. لو العيش مش كبير قوي يبقى رغيف صغنن. وعندك بقى المشروب ده، تفضلي رايحه جايه عليه كده طول النهار لانتعاش جسمك ومعدل حرقك يعلى، وهتحسي بالفرق في مقاساتك من بعد شهر ان شاء الله من المشروب ده. وداخل عليكي صيف وحر، فهيبقى مشروب تحفه، هيعلي حرقك، هيحسسك بالانتعاش، مش هتحسي بالعطش. وطبعا برضو ميه، لو انت خارجه رايحه مشوار، رايحه اي حاجه، طبعا مش هينفع تاخدي معاكي الشفشق بتاعك ده، لا، هتاخدي ازازه الميه معاكي الصغيره بتاعتك، وهتعصري عليها مثلا نص ليمونه زي دي، يبقى معاكي ميه منكهه كده بالليمون، هتشربي برضو. ومعاكي ليمون فيتامين سي، مناعه، بيعلي الحرق، بينشط الجسم. يبقى انت كده بتعملي كل حاجه، شغاله على كل حاجه. وزي ما قلت لك ان انت بتعملي كل ده لصحتك، ما تحسسيش نفسك ولا تحسسي جسمك ان انت بتعملي رجيم او تحسسي نفسك بالحرمان، لا، كلي كل حاجه، بس تقنني الكميات. اهم حاجه تقنني الكميات، ما تخليش نفسك في حاجه. انت لو قننتي كمياتك، اكلتي كل اللي نفسك فيه بس بكميات محدوده ومعقوله، خلاص. واهم حاجه ان العشاء يكون خفيف، العشاء بتاعنا يكون خفيف، صدقيني هيفرق جدا في وزنك وهيفرق في صحتك. ازاي بقى؟ العشاء يكون فاكهه، ممكن تعملي طبق فاكهه كبير كده، هو حلو، اللي هي الفروت سلطه. بتحبي السلطه، اعملي طبق سلطه كبير، خرطي بقى في كل السلطه اللي انت بتحبيها، وكلي سلطه. عايزه تاكلي زبادي، وزبادي لو بتحبي الزبادي تحطي عليها مثلا نص معلقه عسل ابيض يكون طبيعي. عايزه تحطي عليها عصره ليمونه، مش عايزه تحطي عسل. مع مشروب مثلا تشربي ينسون بدون سكر. وزي ما قلت لك السكر بتاعنا العادي، مش لازم تجيبي سكر دايت ولا اي حاجه، لا، سكرك اللي في البيت العادي. عودي نفسك على معلقه واحده في مشروبك، صدقيني هتفرق معاكي. لو انت بتشربي مشروبات كتير في اليوم هتفرق معاكي جدا جدا جدا. لو هتشربي بمعلقه، بعد ما هتتعودي، انت خلاص عودتي حاسه التذوق بتاعتك، خلاص هتتعودي بعد كده، مش هينفع بعد كده تاخدي حاجه بسكر كتير. تاني مشروب بقى معانا، وده مشروب تحفه جدا وحلو جدا برضو. معانا كده ميه دافيه، معاكي كده المج بتاعك، ومعانا الميه الدافيه، هتنزلي كده بالميه الدافيه بتاعتك، تمام. وهتبداي بقى تحطي شرايح الجنزبيل الفريش اللي متقطع معانا قطع صغيره، زي ما قلت لك طعمه بيبقى تحفه جدا. طبعا لو المعده بقى، يعني لو حد مثلا معدته مثلا بيبقى حامي على المعده شويه، لو حد معدته مجهده او عنده مشاكل في القولون، حطي قطعه واحده في الميه او قطعتين، ما تكتريش يعني. بس هو مفيد جدا برضو، بيقوي المناعه، مضاد للبكتيريا، مضاد للالتهابات في الجسم، بيعلي الحرق، يساعد على حرق الدهون في الجسم، بيمد الجسم بطاقه، حلو جدا في حرق الدهون. تمام. دلوقتي انت معاكي الكوبايه بتاعتك دي، الميه دافيه في المج بتاعك، نزلتي بشرايح الجنزبيل الفريش. هتبداي اول ما الميه بتاعتك تستهدى، يعني الميه بتاعتك ما تبقاش سخنه قوي، استني الميه تستهدى تبقى على الشرب، تروحي عصره من ليمونه، على حسب بقى انت بتحبي طعم الليمون قوي، او لو انت معدتك كويسه قوي. لو معدتك حساسه هتحطي نص ليمونه واحده بس، لو المعده حساسه هنعصر نص ليمونه بس. لكن لو المعده سليمه والقولون سليم وكل حاجه تمام وبتحبي طعم الليمون، هتحطي ليمونه كامله، هيديكي طبعا تيست في الطعم اعلى، وهيديكي فايده اعلى. وفيتامين سي طبعا مفيد جدا للمناعه، بيقوي جهاز المناعه، بيمد الجسم بطاقه، بيساعد على الهضم، بينظف الجسم من السموم، بيعلي معدل حرق الدهون. ده بقى المشروب بتاعنا ده،
بيتشرب امتى؟ يا اما بعد وجبه غدا، تكون انت بقى متغديه وجبه غدا، مثلا اكلتي وجبه الغدا بتاعتك عايزه تاخديه بعد وجبه الغدا مباشره او بعدها بنص ساعه، مفيش مشكله، هتشربيه. هيساعد ان جسمك يعلي الحرق فيه جدا، وهتهدمي وجبه الغدا اللي انت كلتيها، وهتحسي ان جسمك فيه نشاط كده، وهتحسي بفرق مقاساتك من بعد شهر. لو انت مش عايزه تشربيه بعد الغداء ممكن تشربيه قبل النوم بساعتين. قبل النوم بساعتين لو هتشربي مشروب زي دوا وتنامي، هيبقى معاكي الحرق شغال لغايه لما تصحي تاني يوم الصبح، وهيساعدك جدا. وطبعا كل المكونات بتاعتنا دي صحيه ومفيده. وبرده معانا هنا برده النعناع، برده نسيت اقول لكم على النعناع، برده فوائده حلوه جدا، مفيد جدا للقولون، بيساعد على الهضم، بيساعد على طرد الغازات من الجهاز الهضمي، فبيقلل الانتفاخ، فبيقلل معدل انتفاخ البطن، بيريح القولون، بيهدي الاعصاب، بيساعدك على النوم. زي ما قلت لك برده ان انت برده بتهتمي، احنا بنهتم بصحتنا، احنا مش هنقيد نفسنا لا برجيم ولا بعادات، لا احنا ماشيين على عادات صحيه عشان صحتنا، عشان جسمنا، عشان لطاقه افضل، لصحه افضل، لوزن مثالي افضل. وطبعا واحده واحده، كل حاجه بتيجي واحده واحده، وانت جميله في كل حالاتك، في كل حالاتك انت جميله وحلوه. حبي نفسك بكل حالاتك، حبي نفسك بكل حالاتك. فانت احنا بنعمل كده لصحتنا عشان نحافظ على وزننا، حتى تحافظ لو واحده وزنها متوسط هتحافظي على وزنك، هتحافظي على طاقتك، هتحافظي على صحتك، على انتعاشك. لو انت وزنك عايزه تقلليه هيقل مع الوقت، واحده واحده، كله بيجي واحده واحده مع بعض. ما تحرميش جسمك، ما تحسسيش نفسك بالحرمان، ما تحسسيش نفسك ان انت ماشيه على دايت، انت ماشيه على عادات صحيه عشان نفسك وعشان جسمك، لحياه افضل. احنا هنقول كده معا لحياه افضل، معا لحياه افضل، لصحه افضل، لطاقه افضل، لوزن افضل. طبعا انت مشروبات صحيه جميله، جهازك المناعي هيقوى، طاقتك هتبقى احسن. وزي ما قلت لك حبي نفسك في كل حالاتك، انت جميله بكل حالاتك وبكل صفاتك. وان شاء الله كده واحده واحده مع بعض، وما تستعجليش، واحده واحده. وزي ما قلت لك العشاء يبقى خفيف، فاكهه، زبادي، اتغدي براحتك عادي خالص، بس مع تقنين الكميات. طبق مكرونه صغير، طبق رز صغير مع البروتين بتاعك. اهم حاجه طبق السلطه يبقى معانا، وطبق الخضار معانا في الغداء. قللي الايدام بتاعك او الدهون بتاعتك في الاكل. انت لو قللتي دهونك في الاكل صدقيني، انت لو اكلتي مثلا نص رغيف او اكلتي رغيف صغير وبعد كده حبيتي تكملي بالمعلقه، كملي بالمعلقه، كلي اكلك بالمعلقه، مش لازم تكملي بعيش. وانت اصلا دهونك في الاكل خفيفه، صدقيني هتفرق معاكي في قولونك، في معدتك، في صحتك، في طاقتك، في كل حاجه. ومعا لحياه افضل، واحده واحده كده مع بعض. وان شاء الله باذن الله هعمل لكم مشروبات تانية تعلي الحرق وتسرع من نزول الوزن، ومع بعض كده خطوه خطوه وواحده واحده، وكلنا معا للتغيير، لصحه افضل والوزن افضل. وان شاء الله كده القاكم في حلقه جديده. واللي ما اشتركش في القناه يشترك، واعملوا لي بقى لايك وتفاعل على الفيديو ده عشان تشوفوا بقى مشروبات احسن واحسن، واديكم معلومات اكتر واكتر. واسال مجرب ولا تسال طبيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.